أسعد الله مساكم أحبتي. اليوم في موضوع تداول التواصل الاجتماعي جميعا بخصوص شيمي إنها طلعت وجهها وقالوا فضايح. صراحة أنا من الخوف وقلت الله يستر على البنت، الظاهر فضحوه وش صار فيه. لبست الثوب مقلوب، صحيت ولبست الثوب مقلوب لأني شفتها وايد. الله يهديهم الشعب. يا عالم، هي طلبت صورة، نزلت صورة. أسألكم بالله أنا نزلت صورتي بالغلط، بنزلها بسنابي الخاص، نزلتها بسنابي العام. فأمانة معاكم لا أحد يحبط شيء لي. قام الشعب الله يهديهم اكتبوا فضيحة شيمي. التواصل الاجتماعي كله مشعلل بخصوص فضيحة شيمي. ما حد يرضى هالشيء هذا لأخته، صح ولا لا؟ أو الوحدة من قرابته. طيب المفروض ما ترضونه ولا تسوون فضايح مثل ما فزعتوا الروان الغامدي. افزعوا ذي يا أخوي. المشكلة الشعب عنده حاجة لما يقرأ فضيحة بالصورة أو يقرأ بالعنوان باليوتيوب فضيحة أو فضايح يستانس يجي على طول. يا ناس أنا أشوف في بالأكسبلور بالأنستا فضيحة شيمي، فضايح شيمي، ما أدري إيش. يا أخي ما يجوز، والله ما يجوز. اعتبروها أختكم يا أخوي واستروا. أتمنى منكم يا الربع اللي عنده صورة لشيمي أو مقطع لا يتداوله ولا ينشره، لأن يوم لك ويوم عليك. فالله يستر علينا ويستر عليك. اللي عنده صورة لشيمي أو مقطع فلا يتداولها ولا ينشر، فالله يستر علينا ويستر على شيمي ويستر عليكم. واشكركم.